بيظهر في بداية المسلسل أخو سليمان اللي بيكون شخصيته مهزوزة قدام الناس، من الآخر يعني ما بيسمعلوش أي كلمة. طيب ازيكم عاملين ايه؟ لو أول مرة تسمعوني أنا اسمي فاطمة عادل، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان علشان تعرفوا باقي ملخصات الحلقات. تبتدي أحداث الحلقة الثالثة لما سليمان بيجيب دنيا وبيقول لها إن لو في أي حد يعرف مكان الفلوس فهو أنتي، فبتقول له والله العظيم أنا ما أعرفش مكان الفلوس دي أبدا ولا أعرف أي حاجة، ما انت عارف ان انا بعيد عن ابويا بقالي كتير. في نفس الوقت بيجي صلاح وبيقول ان هو جاي علشان صاحبه اللي اتاخد، بيقول له لا ما صاحبك خلاص هرب، بيقول له خلاص يبقى مش انا، بيقول له طب بالنسبه للكتكوته، بيقول له لا دي بقى معرفهاش، بيقول له طب استنى 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 هتمشي كده؟ لا ما ينفعش، وبينده على بندوزر علشان يغير هدومه وهينزل مصارعة دلوقتي هو وصلاح. فبندوزر بيميل على سليمان وبيقوله الواد ده ابن يوسف وكمان شاطر في الملاكمة، اعفين انا يا معلم وتعالى ننزل له اي حد تاني من الرجاله. فبيقول لهم انده سنايبر، وبينزل واحد اسمه سنايبر مع صلاح حلبة الملاكمة، واللي بيبدأوا هما الاتنين يضربوا بعض، بس صلاح بيتضرب لحد ما بيقع. فجأة بيجي واحد وبيدخل وبيقومه من على الأرض وبياخده خارج، وبيكون هو ده بقى عم يوسف اللي هو أبو صلاح. فسليمان بيقوله إن هو ما ينفعش يمشي من غير ما يكمل الماتش، فبيقوله لا احنا هنمشي وهنمشي دلوقتي حالا، وانت عارف ان انا ما بهددش انا بنفذ بس. فسليمان بيقوله احتراما ليك خلاص خده وامشي، ولكن صلاح بيقول ان هو مش هيمشي من غير دنيا. فبيقول له انت مش لسه قايل دلوقتي ان انت ما تعرفهاش؟ قال له اصلا انا رجعت الشغل دلوقتي. وفعلا بياخدها هو وصلاح وبيمشوا، وبعد ما بيمشوا صلاح بيقول له ايه اللي جابك؟ بيقول له هي دي شكرا. فدنيا بتشكر كابتن يوسف، وبعدين يوسف بيقول لصلاح تعالى يلا نوديك المستشفى علشان تكشف لك يكون جرى في دماغك حاجه، ولكن صلاح بيقول له لا شكرا انا كويس مفيش حاجه. وبعدين صلاح بيقعد يعمل كمادات على وشه مكان الضرب اللي خده، ولما ريعو بيجي يطمن عليه فبيقول له بقى انا جيت علشان انقذك، يقولوا لي ان انت هربت، بيقول له والله انا لقيت فرصه فقلت اخلع منهم. وبعدين صلاح بيقول له انت اللي كلمت يوسف؟ فريعو بيقول له اه انا، بيقول له بعد كده لو لقيتني حتى بموت اوعى تكلمه. وبعدين بيقول له ان هو كان النهارده كانه عمره ما لعب ملاكمه، انا مش عارف في ايه. فريعو بيقول له ما تقلقش، ده انت بس لو اتمرنت شويه كده هتقعد كل الناس دي. وبعدين بتظهر دنيا وهي معاها صور لباباها وبتفتكر ذكرياته معاها وهي صغيره وبتقعد تعيط. بعد كده بيبان صلاح وام ياسين وياسين عنده في البيت، وبنعرف وقتها ان ام ياسين دي مرات اخوه، وان ياسين ابن اخوه، وانه متجوز ام ياسين بس هو قاعد لوحده، وده بس علشان خاطر يخلي باله من ياسين، واللي بتقوله ان هي عماله تدور له على عروس علشان عايزه تجوزه. بعد كده اخو سليمان بيروح له وبيقوله ان الرجاله ما بتهتمش باوامري خالص. فسليمان بيقول له اسمع يا مروان، المشكله دي لازم تلاقي لها حل، انا وانت في الدنيا المفروض ما فيش حد تاني لينا، وعلشان كده انا عايزك دلوقتي تروح لواحد تاخد منه الفلوس، وبيقوله العنوان ورقم الغرفة اللي هيلاقي فيها الراجل ده. وفعلا مروان بيروح، بس للأسف لما بيوصل للعنوان ما بيفتكرش رقم الغرفة. بعدين بيجيله مكالمة من سليمان اللي بيقوله فيها رقم الغرفة تاني، فبيخبط على الغرفة وبيفتح له الراجل وبيقول له اتفضل ادخل. ولما بيقول له فين الفلوس فبيقول له يعني هتاخد الفلوس وانت واقف كده؟ خد امسك امسك، وبيديله كاس وبيكون في بنات قاعدة معاهم، وبيظهر ان مروان نفض لحوار الفلوس وبيقعد يتبسط معاهم. بس بعد كده بتظهر دنيا وهي في كازينو، وبعدين صاحب الكازينو بيقول لها اهلا اهلا دنيا هانم، بتقول له ياه دلوقتي بقت دنيا هانم؟ بيقول لها اه طبعا مش انتي ورثتي؟ فبتقول له اه طب بالنسبه بقى لما اخبار الورث جات لك ما عرفتش برضو ان الورث خلاص بخ؟ فبيقول لها لا والله ما كنتش اعرف، بس لو كده خلاص تبقي دودو ويلا بقى خش جهازي علشان تخش تغني. بعد كده بيظهر صلاح مع ريعو وبيوريه المسدس اللي خده من الصندوق اللي كان مع دنيا، فبيقول له يعني احنا كنا بنشتغل مع الست علشان نسرقها؟ في نفس الوقت بيدخل واحد صاحب صلاح وبيقعد يتكلم معاه وبيقعد يقول له ان هو قد ايه الحياة صعبة جدا ومحتاج فلوس قوي، ولكن صلاح بيقول له للاسف والله انا مش معايا فلوس. فبيقول له لا بس انا عرفت ان سليمان حاطط على راسك فلوس كتير قوي. فبيقول له لا بس والله انت جيت متأخر، حوار سليمان خلص. ولكن مش بيصدقه وبيبدأ يضرب فيه وصلاح يضرب فيه وبيكسروا المحل بتاع ريعه خالص، لحد ما بيدي لصلاح فرصة ان هو يعمل مكالمة تليفون يثبت له ان الحوار بتاعه خلص. فبيقول له انا اسف انا اسف والله يا ابو صلاح انا اسف. فبيقول له طب خلاص انا هروح بقى اجيب البت اللي معاك دي.
فبيقول له بت مين؟ قال له البت اللي رافعين صورتها معاك. قال له يا سيدي الحوار خلص بتاعها هي كمان. قال له انت بتكذب يا ابو صلاح. ولسه هيبداوا ضرب هما الاتنين في بعض تاني، فريعه بيطلع المسدس اللي كان معاه وبيقول لهم بس وقف ضرب انت وهو. وبعدين صلاح بيروح لدنيا، ولما بتخلص غنى بتروح له وبيكون ما فهمش اي حاجه من الاغنيه اللي كانت بتغنيها. فبيجي لهم صاحب المحل وبيقول لها ايه ده، هو ده الزبون الجديد؟ فبيقول له بقول لك ايه، نصيحه مني اخلع منها دي مفلسه. وبيقول له ان هو كان خاطبها قبل كده. وبعدين بتقول له لا ده ما كانش خطيبي. وبعدين دنيا بتساله هو انت ايه اللي جابك يا صلاح؟ فبيقول لها اصل رجاله المحروق كانت بتدور عليكي بس انا خلصت الموضوع خلاص. بتقول له هو انت مش قلت ان انت مش عايز تشوفني تاني؟ وبعدين صلاح بيستناها بره، ولما بتخرج وبتقعد تتكلم معاه بتقول له ان هي ما عندهاش اي حل، هي مش عارفه تعمل اي حاجه. فبيقول لها انت حلك ان انت تحكي لي ايه حكايتك بالظبط. في نفس الوقت بيظهر سليمان وهو قاعد بيسمع اغنيه كده وبيفتكر حبيبته وبيتصل بيها وبيقعد يغني لها. فبتقول له انت بتتصل ليه يا سليمان؟ فبيقول لها بتصل علشان اعزيكي. فبتقول له في حد يعزي حد وهو بيغني؟ وبعدين تبقى تعزيني لما الاقي الفلوس بتاعتي. فبيقول لها يا ستي اعتبري فلوسك جت. فبتقول له خلاص هنشوف، وبتقفل معاه وبتشغل الاغنيه اللي كان سليمان بيغنيها لها. في نفس الوقت صلاح بيعرف حكايه دنيا وبيقول لها ان انت ما قدامكيش حل غير ان انت تروحي للمحروق وتقولي له حكايتك وتقولي له ان انت مش عارفة أصلا توصلي للفلوس، أو إن هو يديلك فرصة إن انت حتى تدوري على الفلوس دي أو تشوفي سكتها فين. وما تقلقيش أنا كده كده هبقى معاكي. بيقول لها بس أنا بعد كده على فكرة مش هلبس بدل تاني. فبتقول له ليه، دي كانت لايقة عليك جدا. قال لها لا كده، وعلى فكرة ما بحبش الهوانم. قالت له خلاص ابقى قول لي دنيا عادي. وبعدين بيظهر سليمان واخوه بيكذب عليه وبيقول له ان هو لما راح يطلب من الراجل الفلوس الراجل خاف منه وقال له خلاص كمان اسبوع والفلوس تبقى عندك. فسليمان بيعمل نفسه ان هو مصدق، وبعدين بيقول له بعد اسبوع هتروح له انت وتجيب الفلوس منه، وبعدين عايز تتبسط اتبسط واعمل كل اللي انت عايزه بس تجيب الفلوس. فبيقول له هو انت بتراقبني يا سليمان؟ في نفس الوقت بيجي له واحد وبيقول له ان في واحد اسمه صلاح الحريف عايز يقابلك. فبينزل له سليمان وبياخده وبيقعد يلففه على المكان بتاعه كله وبيعرفه كل ركن فيه لحد ما بيوصلوا المكتب. وقتها بيقول له سيب صاحبك هنا وتعالى انت معايا، وبيسيبه ريعه يقعد مع مروان. وقتها ريعه بيطلع المسدس اللي معاه على اساس ان هو انتيكه وبيقول لمروان تشتري. فمروان بيبقى عايز ياخد منه السلاح ده علشان يتفرج عليه، ولكن ريعو مش بيسيب المسدس. في نفس الوقت اللي سليمان وصلاح اتفق سليمان ان هو يسيب له مهلة 3 اسابيع علشان يعرفوا يوصلوا للفلوس. وسليمان بيسأل صلاح هو انت هتعمل كده ليه؟ قال له هاخد حسنة. علشان فجأة هما الاتنين يسمعوا صوت ضرب نار وبيكون ريعو ضرب مروان بالنار من غير ما يقصد. ولحد هنا بتنتهي احداث الحلقة.